يورو 2020 انتقام ايطاليا ومعجزة انجلترا، صدمة ونكسة في فرنسا. يورو استثنائي بكل ما تحمله الكلمة. ساعتها في اللي بيفكر بالفوز باليورو لأول مرة زي انجلترا مثلا، وفي اللي عايز يحقق الرابعة، وفي اللي عنده فريق اسطوري مش عايز يخسر. في الكام فيديو الجايين هنمسك يورو 2020 حتة حتة ونفتكره. وفي الفيديو النهاردة تحديدا هنمسك الفرق ونفتكرها ونفتكر السكوادات بتاعتها. في نوستالجيا دايما هرجع بيك بالزمن ونفتكر البطولات او لعيبه او غيره. ما تنساش اللايك الجميل والسبسكرايب، ويلا بينا يا برو. اول فريق معانا النهارده هنتكلم عنه هو فرنسا، الفريق صاحب كاس العالم 2018 اللي بيقوده ديشام من على الدكه. فرنسا عايزه تحقق المعجزه وهي الدبل دبل. ايه هو الدبل دبل؟ هو ان الفريق الفائز بكاس العالم يفوز باليورو اللي بعده على طول. فرنسا حققتها قبل كده سنه 98 و2000 بقياده ديشامب برضه، ولكنه ساعتها كان لاعب وليس مدرب، وكان معاه طبعا زيدان وتريزيجيه وهنري وغيرهم من النجوم الكبار. ولكن نرجع لفريقنا الحالي اللي بيشبه جدا فريق 98، جريزمان وبوجبا ومبابي وكانتي نحله نص الملعب ومن اكبر اسباب الفوز بكاس العالم، ده غير جيرو وديمبلي. كمان رئيس فرنسا في مفاجاه كبيره جدا بيقرر عوده بنزيما للمنتخب بعد غياب 5 سنين و237 يوم بسبب قضيته مع ماسيو سكاندر. وبنزيما صاحب ال 35 عام مساهم مع ريال مدريد في الدوري السيزون ده في 23 جول و9 اسيست، رقم كبير جدا، وجعان بطولات مع المنتخب، خاصة انه فقد الفرصة بالفوز بكاس العالم 2018. خلينا متفقين ان سكواد فرنسا من اقوى السكوادات اللي رايحة اليورو، واكترهم خبرة وتنوع، وعندهم اكتر من حافز للفوز بالبطولة. ده غير انهم كانوا قريبين جدا من الفوز باليورو 2016، ولكنهم خسروا النهائي بالرغم من غياب كريستيانو عنه اللي اتصاب وخرج في الشوط الاول. فهل يقدروا يحققوا الدبل دبل المرة دي؟ الفريق التاني من الكبار هو انجلترا، وانجلترا مش من الكبار بسبب تحقيقها البطولات، فانجلترا معهوش ولا بطولة يورو، وكمان اخر بطولة كاس عالم خدها كانت سنة 66. انجلترا عنده حلم كبير بتحويل التمني الحقيقة. اكبر انجاز في اليورو لانجلترا هو الوصول للمركز الثالث، ودايما في كل مرة جمهور انجلترا بيكون حاطط امال كبيرة جدا بسبب السكواد القوي اللي بيكون معاهم والتجهيز الكبير، ولكن في الاخر ما بيلقوش غير خذلان. ساوثجيت مدرب الفريق بقاله 5 سنين مع المنتخب من ساعه نكسه يورو 2016 لما خسروا من ايسلندا، الفريق اللي كان ضعيف جدا وقتها جمهور انجلترا كانوا بيحتفلوا من قبل المباراه بالصعود، ولكنهم خسروا وخرجوا، واستقال المدرب روي هودسون تدريب الفريق ومسك من ساعتها ساوثجيت. اول بطوله يلعبها ساوثجيت كان كاس العالم 2018، ما كانش مطلوب منه اي حاجه ولا كان متوقع منه اي حاجه برضه بسبب الخذلان الكبير اللي دايما بيحصل. فالجمهور المره دي ما كانش متحمس تماما، لكنه فاجئ الكل وقدر انه يصعد من دور المجموعات باداء كويس، وقدروا يكسروا لعنه من اللعنات اللي عليهم ويفوزوا لاول مره في تاريخهم بضربات الجزاء في دور اقصائي ويصعدوا. كان قدام كولومبيا في دور ال16، وقدروا انه يوصل بيهم لحد نص النهائي، كانه في الاخر خرج من كرواتيا اللي قدرت توصل النهائي وتاخد تاني البطوله. فالراجل عمل شغل كويس الجمهور ما شافهوش من سنين كبيره. واليورو كمان كان بعد كاس العالم ب3 سنين، ففي لعيبه كتيره خدت الخبره ولاعيبه كتيره جايه جديد ولسه منضمه. انجلترا معاه فريق مليان بالشباب، ف 15 لاعب من ال26 اول مره في حياتهم يلعبوا بطوله اوروبيه مع المنتخب، وده رقم غريب. حتى واخد لاعب 17 سنه وهو بيلينجهام، وواخد ساكا لاعب ارسنال صاحب ال 19 عام. الجمهور متفائل شويه بسبب النهائي ونص النهائي على ارضهم، وده بيفكرهم بيورو 96 اللي قدروا يوصلوا فيه لنص النهائي. وكمان من حظ انجلترا انهم هيلعبوا البطوله كلها من اول ماتش لاخرها على ارضهم. البطوله دي بالذات كانت استثنائيه، هنتكلم عن الموضوع ده بعدين. انجلترا معاها لعيبه صغيره لكن ممكن يصنعوا معجزه. الفريق الثالث هو البرتغال، واول ما تقول البرتغال تتكلم على صاروخ ماديرا على طول. رونالدو واصدقائه عايزين يحققوا الثانيه على التوالي، على الرغم من كميه اللعيبه الموجوده في البرتغال وان السكواد بقى قوي جدا كمان مقارنه باخر يورو، وان رونالدو كبر في السن بشكل كبير، ولكن يفضل برضه هو اللاعب اللي دايما الجمهور بيحط عليه كل امله. رونالدو راح اليورو وفاضل له 9 اهداف بس ويعادل رقم المهاجم الايراني علي الداي. هدف واحد بس هيخليه يعدي ميشيل بلاتيني وهيخليه الهداف التاريخي لليورو، ده غير ارقام تانية كتير عايز يكسرها ولكن دول اهمهم. الفريق بقى فعلا عنده لعيبه يعتمد عليها زي يوتا لاعب ليفربول، جو فيليكس من اتلتيكو مدريد، وبرونو فرنانديز وبرناندو سيلفا. المدرب سانتوس كان عليه مهمه صعبه جدا بالرغم من كل اللعيبه دي، ولكنه محتاج تشكيل قوي يضم كل دول مع بعض. بالرغم من قله الضغط من رونالدو على المدافعين كبر السن، ولكنه لازم يبقى موجود اساسي لانه يقدر يغير النتيجه في اي لحظه. لكن الفكره هنا هل دفاعهم اللي
بيقودوا بيب الخبره مع روبن دياز هل هيقدر يصمد لاخر البطوله؟ هنشوف في الفيديوهات الجايه. المنتخب الرابع هو الماكينات الالمانيه، صاحب الثلاث القاب يورو يقوده المدرب خواكيم لوف، اللي قرر ان دي هتكون اخر بطوله ليه مع المنتخب سواء فاز او خسر. الفريق عامل نتائج كارثيه، اخرها الخساره 6-0 من اسبانيا، وغير الخروج المذل من كاس العالم 2018 من المجموعات. العمود الفقري للمنتخب هو من البايرن اكيد، زي سولي وكيميتش ونوير ومولر وجنابري وسانيه، اسامي كلها عالميه. ومولر وهوملز رجعوا للمنتخب بعد ما كانوا اتنفوا تماما بعد اخر كاس عالم، وكان قال المدرب في تصريح رسمي ان هم مش هيجوا تاني لانه عايز يجيب لعيبه صغيره في السن. نص ملعب جبار فيه هافرتس وكروز وجوريتسكا، ولكن الدفاع مشكلتهم العظمى. الفريق ما بيمتلكش اي اظهره يعتمد عليها تماما، حتى قلوب الدفاع مش في احسن مستوياته. عندهم كمان مشكله حقيقيه ان هم ما عندهمش مهاجم هداف يخلص لهم قدام. مهاجمهم هو فيرنر اللي بيمر بموسم سيء مع تشيلسي وبيعاني بمشكله نفسيه كبيره. المانيا سكوادها كويس ولكنه محتاج يرجع للعقليه الالمانيه وما يفكرش غير في الفوز، وانهم كمان لازم يساعدوا مدربهم لوف اللي دي اخر بطوله ليه بعد 15 سنه مع المنتخب. فهل هيقدروا يساعدوه؟ المنتخب الخامس بقى هو منتخب اسبانيا، المنتخب الوحيد اللي فاز بالبطوله مرتين على التوالي 2008 و2012، كمان حققوا الدبل دبل بانهم كسبوا كاس العالم 2010 واليورو 2012. اسبانيا داخله اليورو بشكل سيء، قائد الفريق بوسكيتس بيعاني من الكورونا وبيتم عزله، وبالتالي تم عزل الفريق ككل، والفريق ما بيتدربش قبل ايام من اليورو، وبيعملوا مسحه كل يوم عشان يتاكدوا انهم يقدروا يرجعوا للتدريبات مع بعض. ده غير لويس انريكي اللي عمل اثاره في الجدل الاسباني كبيره جدا بانه ما خدش واحد زي سيرجيو راموس في الدفاع، وكمان ما خدش ولا لاعب من ريال مدريد تماما، وحتى في الوديات ما كانش مستقر على تشكيله وتحسه كان متلخبط بشكل كبير. كان بيلاعب موراتا سيء على مورينو، لاعب فياريال اللي عامل اداء قوي الفتره اللي فاتت، وافضل لاعب خط وسط في الدوري الاسباني ماركوس لورينتي بيلعبه كباك يمين وبيفتقده في نص الملعب. كان ثنائي قلوب الدفاع بس هم اللي ثابتين، لابورتا مع باو توريس، وساعات بيبدل معاهم إيريك جارسيا. نص الملعب مليان بالنجوم الكبار زي الكانتارا ورودري وكوكي، ده غير بدري وبوسكيتس اللي لسه هيرجع من الاصابه. انريكي اسبانيا كلها حاطه ضغوط عليه ومستنيين منه بطوله، فهل هيقدر يعملها للاسبان؟ بلجيكا في تصنيف الفيفا هي الاولى من سبتمبر 2018 حتى وقتنا هذا في 2021. معظم لعيبه بلجيكا دلوقتي يعتبروا في البيك بتاعهم، ولكن في منهم كبير في السن قوي وفي الصغيرين. هازارد ودي بروين 30 سنه، ميرتنز وفرتونجن 34، غير فيتسل والدر فيرالد ال 32 سنه. واعتقد ان دي هتكون احسن طريقه للعيبه دي انهم يودعوا فيها المنتخب. بقالهم اكتر من بطوله بيكونوا فريق قوي بيخرجوا بشكل مغزي. 2014 في كاس العالم خسروا من الارجنتين 1-0 في ربع النهائي، وفي يورو 2016 خسروا بشكل غريب 3-1 بعد ما كانوا كسبانين 1-0 من ويلز. حتى في كاس العالم 2018 قابلوا الفريق الفرنسي في نص النهائي وخسروا وروحوا. المنتخب البلجيكي عامل فريق قوي جدا مع روبرت سانشو، ومعاه نجوم عالميين، في ناس في مستواها وفي ناس بعاد جدا زي هازارد اللي بيقدم موسمين سيئين من الاصابات مع ريال مدريد، لكن في لعيبه زي كورتو وتلميناس وكاراسكو، غير دي بروين نجم السيتي ودوكو الشاب. هل الفريق ده اخيرا قادر يحقق الحلم بتاعه ولا هينتهي بدون اي بطوله؟ الفريق الاخير معانا بقى وهو اللي بيطمح للانتقام هو المنتخب الايطالي. ايطاليا الفريق البائس الحزين عايز ينتقم من الكل. بعد الفوز بكاس العالم 2006 حلت لعنه على المنتخب كله، خروج من دور المجموعات في سنتين ورا بعض، كاس عالم 2010 و2014، خساره نهائي اليورو 2012 4-0 من اسبانيا، في 2016 يخرجوا من ربع النهائي. بعد صعودهم لكاس العالم 2018 كانت اكبر صدمه عليهم، من احزن الليالي في تاريخ ايطاليا كلها، لان دي كانت اول مره ما يروحوش البطوله من سنه 58، وبوفون كمان كمل عليهم واعلن ان دي اخر ماتش ليه رسمي مع ايطاليا، ولكنها كانت نهايه حزينه تماما لما لعب مسيره بوفون يكون اخر ماتش في تاريخه مع المنتخب بالشكل ده. طبعا بعد عدم التاهل جابوا مدرب جديد وهو روبرتو مانشيني، هو اللي هيقود المنتخب في يورو 2020. كان اقل مشاكل ايطاليا وهي حراسه المرمى، لانهم عندهم لاعب كبير زي دوناروما يقدر يكون خليفه بوفون، لكنه في مشكله دلوقتي مع الجمهور الايطالي بسبب رفضه التجديد مع اي سي ميلان، واللاعب حاليا من غير عقد. ايطاليا عندها نجوم كبيره زي فيراتي وجورجيني، باريلا نجم انتر ميلان. الدفاع كبير في السن جدا بيقودوا بونوتشي وكيليني اصحاب ال 36 و 34 عام. نجوم الهجوم كلهم لعيبه كويسه ولكنهم مش نجوم صف اول. عندهم في النجوم كييزا وامبولي آلة التهديف لاعب لاتسيو، وعندهم
عندهم على الشمال المتالق انسينيا لاعب نابولي. مانشيني محتاج شغل كبير عشان يرجع بالمنتخب ده، فهل هيقدر يفرح شعبه؟ شكرا لانك كملت الفيديو لغايه هنا، واتمنى تكون استمتعت فعلا. الفيديو الجاي هنبدا دور المجموعات ودور ال16 الاقوياء جدا في واحده من اقوى البطولات اللي عدت على مر التاريخ، فيها كميه اهداف غير طبيعيه، وده بالارقام على فكره. ودي اللايك والسبسكرايب وقول لي رايك في الكومنتات، وخلص الكلام يا برو.